السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل قطايف، بس هنعملها نوع حادق مش حلو. القطايف دي أنا جهزتها معاكم، طريقة العجينة جهزتها معاكم الفيديو اللي فات، وريتكم الطريقة. هي طريقتها حلوة جدا وسهلة زي ما انتم شايفين، والقطايف طرية معايا اهي. ان شاء الله هعملها لكم، انا هحشيها لكم لحمة معصجة، لحمة مفرومة معصجة، بصل ولحمة مفرومة، وعندنا هنا جبنة رومي. طبعا الحشوه اللي انت تحبيها، جبنه بيضه، جبنه كيري، اي حاجه انت تحبي تحشي بيها. ان شاء الله انا مش هقليها، انا هعملها في الفرن. انا جبت هنا كده صينيه معاكم ودهنتها زيت، وهنبتدي بقى نحشي القطايف ونرصها في الصينيه. طريقتها سهله جدا. نجيب القطايف كده تحشيها، طبعا الحشوه اللي تعجبك. اول حاجه انا معانا الجبنه الرومي كده، وهي طريه وهتقفل معاكي على طول بالشكل ده كده. جربوا العجينه ان شاء الله تعجبكم. اهي الاطراف سهله جدا وبتقفل معاكي، مش ناشفه ولا حاجه. بس اهم حاجه تعملي العجينه وتحشيها على طول، ما سيبهاش تنشف معاكي. اهي بالشكل ده كده. نحطها في الصينيه. نعمل معاكم كمان واحده لحمه معصجه. اللحمه المعصجه دي انا عملتها معاكم كتير في القناه بالشكل ده كده. الحشوات اللي تعجبك، جبنه رومي، جبنه بيضه، جبنه كيري، زي ما قلت لك، زي ما انت تحبي بالشكل ده كده. وبتقفلي، عايزه لو حابه برضو تقليها اقليها، بس انا مش عايزاها تشرب زيت كتير، بما ان النوع الحادق ده مش هيتحط في شربات ولا حاجه، فهتقليها في الزيت فهتطلع تبقى شاربه زيت كتير، ما هتبقاش حلوه. احنا هنحطها في الفرن. اولا عندك العجينه مستويه، وطبعا اللحمه المفرومه مستويه دوبك. احنا عايزين بس ايه، اللحمه المفرومه للقطايف عايزينها بس وش يتحمر وخلاص. فنضطر ان شاء الله نحطها في الفرن تحت الشوايه كده تستوي معانا اهو بالشكل ده كده. اكمل كل الكميه طبعا، وان شاء الله هوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. طيب بعد ما خرجناها من الفرن بتكون بالشكل ده. لو انت حابه تحمريها زياده عن كده بتحمريها، بتكون اخف واحسن. ان شاء الله تجربوها تعجبكم الطريقه. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده من وصفات سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.